بعد لما الجزء الأول بيخلص وبنعرف إن مولان بقت بطلة الصين العظيم وعاشت قصة حب مع الجنرال شانج، بيبدأ الجزء التاني بموشو اللي بقى صاحب القاعدة في الصين بسبب مولان. بعدين بنشوف مامة وأبو مولان وهما قاعدين مع جدتها اللي بتقول لهم إن شانج هيجي قبل الغروب ويطلب إيد مولان، ولكن أبوها بيقول إن فتح البخت ده كلام فارغ. وبنشوف مولان وهي بتتدرب على القتال وبيروحوا لها الأطفال عشان تدربهم، وبنعرف إنهم بيحبوها جدا. وأثناء ده بيجي الجنرال شانج وبتقوله مولان إن البدلة الجديدة لايقة عليه تاخده، وبتروح لمكان وساعتها بيطلب إيديها للجواز، وبيكون والدها ومامتها بيراقبوا الوضع وبيفرحوا لها جدا. وبتروح مولان أوضتها وبيدخلها موشو اللي بيكون مبسوط جدا ليها وبيفضل يقولها على تحضيرات الفرح وإنه هيكون مسؤول عنها بالكامل وما يعرفش اللي مستنيه بعد كده. وبنلاقي إن جدتها تقريبا عزمت الصين كلها على فرحهم، وبيروح موشو عشان يقول للجن عن الخبر الجديد وإنهم يحضّروا نفسهم للفرح، ولكن ساعتها كلّهم بيفرحوا بس مش عشان الخبر ده، عشان في قانون بيقول إن الواحدة لمّا بتتجوّز بتكون مسؤولية حراستها على أجداد جوزها، وبالتالي موشو مش هيحرسها وساعتها مش هيبقى صاحب القاعدة، وهيتم رفضه من المنصب ده وهيرجع لوظيفة الجرس تاني. بيتصدم موشو من الخبر وبيقرر إنه هيفرّق بين مولان وتشانج عشان ما تتجوّزش، وبعدها هيفضل في منصبه. وفي نفس الوقت بنشوف مولان وشانج وهُم قاعدين مع الضيوف وبنلاحظ إن إجاباتهم على أسئلة الناس بتكون مختلفة، واللي بيلاحظ ده باباها ومامتها وبيقلقوا جدًا من الاختلاف ده. وفي اللحظة دي بيدخل أحد الحراس وبيكون معاه رسالة من الإمبراطور بيستدعيهم هما الاتنين للقصر، وبتروح مامة وأبو مولان ليهم وبيدوهم السلاسل بتاعتهم اللي بتدل على إن الاختلاف ممكن يعمل تناسق بين الأشخاص ومش ضروري يكون فيه مشكلة. بتفرح مولان جدا بكلامهم وبتطمنهم وبيمشوا، وبيكون موشو بيسمعهم وبيقولوا الصرصار إنهم فعلا مختلفين وبالتالي كده يقدر يفرق ما بينهم بسهولة. وكده كده مولان مش هتكون مبسوطة مع حد مختلف عنها، وطبعا ده كلام بيقنع بيه نفسه عشان ضميره يرتاح. وبعد كده بيروحوا الإمبراطور اللي بنفهم منه إن المغول هتهجم عليهم، هم عدد جنودهم مش هيكفي، وساعتها الحل الوحيد إن يعمل تحالف مع مملكة كيجو، وساعتها محدش هيقدر يقرب لهم. وبنعرف إن التحالف ده عن طريق إن بناته التلاتة هيتجوزوا الأمراء التلاتة لمملكة كيجو، ومهمتهم إنهم هياخدوا ال3 أميرات للمملكة بأمان. ولكن بتعترض مولان جدًا وإنها مش موافقة على فكرة جواز التحالف من غير حب. ساعتها بيقول لها الإمبراطور إن ده لمصلحة المملكة وبناته موافقين على ده، وبيقول لهم إنهم لازم يختاروا جنود، والجنرال شانج بيقول إنه هياخد 3 وهو عارفهم كويس أوي. وبنعرف إن هو ياو ولينج وتشانج. وبييجي الليل وبتبدأ الرحلة وفي أميرة بيقع منها جزمتها، وساعتها الحارس ياو بيلبسها لها وبيكون في نظرات إعجاب ما بينهم. وبتتعرف مولان على الأميرات اللي بتحاول تتأكد إنهم فعلًا موافقين على الجواز، ولكن مش بتلحق تتكلم معاهم بسبب شانج. وبتبدأ الرحلة وبنشوف مولان اللي بتكون معترضة على الزواج ده وهي بتتكلم مع شانج وبيقول لها إن واجبها الوحيد إنها تعمل المهمة دي بنجاح ومش كل الناس هتتجوز على حب زيهم. وأثناء الرحلة الأميرة ماي بتتكلم مع الحارس ياو اللي لبسها الجزم وبيبدو إنها معجبة بيه، ولكن أختها تينج بتزعلها وبتقول لها إن خلال 3 أيام بس هتتجوز وما ينفعش تفكر غير في كده. وبينزلوا عشان يريحوا نفسهم شوية وبتقف الأميرة ماي مع الحارس ياو اللي بيبدأوا يعجبوا ببعض. وبعدها بنشوف الأميرة التانية اللي بيبان إنها بتحب الأكل زي الحارس تشينج، والأميرة تينج اللي بيتعرف عليها الحارس لينج واللي بيبان هنا إنه بيحب يقول نكت، لكنها بتكون سخيفة جدا وبتتضايق منه الأميرة وبتسيبه وبتمشي. وبعدين بتروح الأميرة ماي لمولان وبتقولها إزاي بتاخد قراراتها. ساعتها مولان بتقولها إنها دايما بتمشي ورا قلبها وبتسمع كلام قلبها. وبعد كده بيجي موشو اللي خطته من الأول يفرق بين مولان وتشانج، وبيفضل يعمل خطط ولكن كل مرة بتفشل وبالعكس بيقربوا من بعض أكتر. وبيتعصب موشو جدا وفي الآخر بيفضل يخبط في العربية، وساعتها من غير ما يقصد بتتحرك العربية اللي فيها الأميرات وبيحاول الحراس يساعدوهم ولكنهم مش بيقدروا، وبييجوا مولان وشانج وفي الآخر كلهم بيقعوا في النهر ولكنهم بيقدروا يطلعوا. وبالليل وهما في الخيام بنشوف مولان وشانج ماسك الخريطة وبيقولها إن الطريق اللي موجود على الخريطة فيه قطاع طرق بس مضطرين نمشي منه. وميلان بتقول له إن في طريق تاني ولكن شانجي بيعترض عشان الطريق ده مش موجود على الخريطة، وبيفضلوا يتخانقوا هما الاتنين ولكن ياو بييجي وبيقطعهم وبيعرفهم إن في طريق آمن يقدروا يمشوا منه. وفي الآخر ميلان بتعتذر منه وبيحضنوا بعض، وساعتها موشو بيكون متعصب جدا إنهم اتصالحوا. وبنروح للأميرات وبيدي لينج للأميرة المروحة بتاعتها وبيظهر إنه متوتر جدًا، وبتضحك الأميرة وبيقولوا لها اخواتها إنه بيحبها وإنها كمان بتحبه، ولكنها بتعترض وبتقول لهم إنها عارفة واجبها كويس وهو حماية المملكة. فبتتضايق ماي منها جدًا وبتدخل الخيمة وبتقرر تكتب جواب انسحاب من المهمة دي لوالدها، وبتقول له إنها قررت تسمع كلام قلبها. وفجأة بيدخل عليها الأميرات وبيشوف اللي كتبته واختها الكبيرة بتقول لها إن ده غلط جدًا وإن واجب الأميرة إنها تضحي بكل شيء عشان خاطر بلادها. فبتعيط مي وبتكون زعلانة جدًا ولكنهم في الآخر بيفضلوا يغنوا ويرقصوا عشان يطلعوا من مود الزعل اللي هُم فيه. وفي نفس الوقت ده بيكون موشو بيعمل مجسم شكل مولان والأميرات ال3، وبنفهم هنا إنه هيحط المجسم ده عند الخيمة وهيقلد صوت مولان عشان يسمعها الجنرال وتنجح خطته. وبالفعل بيعمل كده وبيسمع الجنرال الكلام وهي بتقول عليه إنه ريحة بقه وحشة وبتتكلم عليه بطريقة مش كويسة.
وساعتها بيتعصب جدًا وبيروح لمولان على أساس إنها اللي كانت واقفة وبيفضل يزعق لها على الكلام اللي قالته، ولكن مولان ما بتكونش فاهمة حاجة وبيفضلوا يتخانقوا هُم الاتنين، وبتدخل خيمتها وبيقعد موشو يلعب بدماغها وبيقول لها إنه مش لايق عليها وإنه مش بيثق فيها، وفعلًا مولان بتقتنع بكلامه جدًا. وعلى الجانب التاني بيقرر الحراس ال3 يقنعوا الأميرات إنهم يروحوا جولة معاهم في القرية اللي جنبهم، وفي مهرجان هناك. وبيوافقوا في الآخر وساعتها بيشوفهم موشو وهُم ماشيين وبيقول له مولان وبتتخض جدًا، وساعتها بتروح وراهم وبتقول له موشو اوعى يخلّي أي حاجة تصحّي شانج وهي هتحل الموضوع ده لوحدها، ولكن طبعًا موشو بيستغل الموقف وبيقدر إنه يصحّي الجنرال شانج وبيدوّر عليهم ومش بيلاقي حد، ولكنه بالغلط بيشوف الجواب اللي كانت كاتباه الأميرة ماي وبيفكر ساعتها إنهم هربوا كلّهم، وبنروح المهرجان اللي في القرية وبيقضّوا كلّهم وقت حلو مع بعض وبيظهر حب كل واحد من الحراس للأميرات، وبييجي نُص الليل وبيتفرّجوا على القمر مع بعض، ولكن مولان بتكون وسط ليهم وبتقول لها ماي إنهم ال3 بيحبوا، وساعتها بتفرح مولان جدًا بيهم، وبيفسد اللحظة دي وصول الجنرال شانج اللي بيكون في قمة عصبيته، وساعتها بتحاول مولان تشرح له اللي حصل ولكنه بيطلّع الجواب في وشها وبيقول لها إن ده كلامِك، الأميرة بتحاول تفهمه ولكنه بيتعصب جدًا وبيقول لهم إنهم قاطعين بعض ولازم ينفذوه، وبيطلب من الحراس إنهم يودوا الأميرات الخيم ومن غير أي كلام معاهم، وفي الآخر بتحاول مولان تتكلم معاه ولكنه بيجرحها بالكلام، وإنها دايمًا بتمشي ورا إحساسها وبس وده غلط، وبيقول لها إنه اكتشف إنهم مختلفين جدًا عن بعض، مولان بتقول له ساعتها إنها أحيانًا بتفكر إنه ما عندوش قلب، والاتنين بيزعلوا جدًا من بعض وبيمشوا، وبيكملوا الرحلة كلهم ولكن المرة دي بيكونوا زعلانين جدًا من اللي حصل، وبنشوف الحراس اللي بيقولوا كلام حب للأميرات ولكن من غير ما الجنرال ياخد باله، وفي حين إن موشو بيواسي مولان وبيقنعها إن ده الصح وهي بتقول له إنه أفضل وأوفى صديق ليها، وساعتها موشو بيحس بتأنيب الضمير جدًا، وبيحكي لها كل حاجة عملها وإنه السبب في اللي حصل بينها وبين تشانج، بتتضايق منه جدًا وبتقرر تروح بسرعة تصالح تشانج وتفهمه اللي حصل، ولكن بيترمي عليه سهم وبيهجم عليه قطاع الطرق وبيحاول الحراس يحموا الأميرات، وفي واحد من قطاع الطرق بياخد ماي ولكن الجنرال بيقدر ينقذها وبيفضل مولان والجنرال في الجسر، وساعتها قطاع الطرق بيقطعوا الحبل بتاع الجسر وبتمسك مولان إيد تشانج ولكنه بيقول لها إن الحبل مش هيستحملهم هما الاتنين مع بعض، وبيعتذر لها وبيسيب إيديها وبيقع، وبعدين بنشوفهم كلهم هما بيعيطوا على الجنرال وميلان بتكون حزينة جدا ولكنها بتقرر إنها تكمل المهمة عشان موت تشانج مش هيروح حضر. وعلى الشط في النهر بنشوف حصان الجنرال اللي بيشم ريحته وبينزل النهر وساعتها بيمسك فيه الجنرال وبنعرف إنه لسه عايش وبيقدر الحصان ينقذه، وبعد كده بنشوف مولان في مملكة كيجو وهي بتقول للملك إن العربية الملكية وقعت بيهم وإن الأميرات مش هيقدروا ييجوا ولكنه بيقولها إنه لازم يحصل زواج، وساعتها مولان بتقوله إنها تقدر تتجوز هي الأمير وبيقنعه الوزير بتاعه إنها قوية جدا وهتفيد المملكة وبيوافق وبيدخل الأمير وبيبان عليه إنه ضعيف الشخصية جدا وتافه، وفي الغابة بنشوف الأميرات والحراس وهم مش عارفين إزاي مولان هتنفذ المهمة من غيرهم، وفجأة بيظهر الجنرال شانج وبيفرحوا جدا إنه لسه عايش وبيعرف منهم إن مولان كده هتتجوز الأمير عشان تكمل المهمة وبيقرر يروح المملكة ويوقفها، وبتبدأ مولان تحضر نفسها للجواز وهي حزينة قوي وموشو بيكون زعلان جدا عليها ولكنها بتودعه وبتمشي عشان تتم مراسم الزواج، ولسه الملك بيبدأ وهيجوزهم لبعض ولكن بيجي الجنرال وبيوقف اللي بيحصل ده فبيتعصب الملك جدا وبيأمر الجنود إنهم يمسكوه، وفي اللحظة دي بنشوف موشو هو وسترسار وبيشوف تمثال تنين الاتحاد وبيعرف إن ده اللي بيتحكم في قرار الملك، وساعتها بتجيله فكرة إنه يطلع في التمثال ده ويمثل إن هو تنين الاتحاد، وفعلا بيطلع فوق وبيطلق عليهم نار وكله بيتخض وبيفكروا فعلا إن هو التنين الاتحاد الحقيقي وبيخافوا جدا، وبيبدأ التنين اللي هو في الأصل موشو يتكلم وبيأمر الملك إنه يجوز الاتنين دول لبعض وإن ده كده هيحمي المملكة، وحتى الإمارات بيأمر إنهم يتجوزوا اللي هما بيحبوهم ومش بيقدر الملك يعترض على حاجة من خوفه وبيوافق على كل ده، وفي الآخر بتتجوز مولان وشانج وحتى الأميرات، وبنشوف موشو وهو زعلان إنه خلاص هيسيب القاعدة بتاعته ولكن ساعتها بيجي الجنرال وبيجمع ألواح العيلتين مع بعض، وساعتها بنفهم إنه عمل كده عشان يقدر موشو يحتفظ بالقاعدة ويفضل في منصبه، وبيفرح موشو جدا وبيشكر الجنرال ومولان، وبكده بتنتهي القصة بتاعتنا. لو عجبك الفيلم ده وعايز تشوف أفلام كرتون زيه دوس لايك واشترك في القناة واستناني في ملخص جديد قريب.